على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى العلامة السعدي قال: ومنها، ما زلنا في ذكر الفوائد المستفادة والمستنبطة من قصة وسورة يوسف عليه الصلاة والسلام. قال: ومنها حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الأرض حتى كثرت عندهم الغلات جدا. أي يعني الغلات هي المكان أو الشيء الذي توضع فيه الحبوب. قال: حتى صار أهل الأقطار، أي أهل الأرض، يقصدون مصر لطلب الميرة منها، طلب الطعام. الميرة أي الطعام. قال: لعلمهم بوفورها فيها، أي لعلمهم بوجود الميرة والطعام في بلاد مصر. قال: وحتى أنه كان لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل، لا يزيد كل قادم على كيل بعير وحمله. نعم، هذا من حسن تدبيره عليه الصلاة والسلام، فكان لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة، لا يزيد على ذلك الكيل. وكان يكيل حمل بعير أو أقل من ذلك لكل واحد، حمل بعير أو أقل من ذلك. وكما مر معنا في الصورة، من جاءوا إخوة يوسف من أين؟ من فلسطين، دل على أن الجدب عم الأرض، فلذلك احتاج أهل فلسطين إلى الطعام، فعلموا أنه يوجد بمصر، فذهبوا إلى مصر لأجل أن يأتوا بالطعام. وليس فقط إخوة يوسف، وإنما أيضا معهم غيرهم، كما يدل على ذلك قول إخوة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها. أي معنا عير، أيضا معنا أناس ذهبوا إلى مصر لأخذ الميرة. قال: ومنها مشروعية الضيافة، وأنها من سنن المرسلين، وإكرام الضيف، لقول يوسف لإخوته. مشروعية الضيافة وإكرام الضيف، بل واجب إكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والضيف إكرامه واجب في 3 أيام، ومن زاد عن 3 أيام فهو مستحب. قال: وإكرام الضيف، لقول يوسف لإخوته: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أي الذين يضيفون. قال: ومنها أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم. نعم، إذا وجدت القرائن بأن الشخص عمل كذا مما يساء به الظن، قرينة مما يساء به الظن، فإن هذا سوء الظن به ليس محرم ولا ممنوع، لأنه أتى بالقرائن التي تدل على سوء الظن به، كمن يخلو بامرأة أجنبية، هذا يساء به الظن. وكذلك من وجد من فمه رائحة الخمر، هذا يساء به الظن أنه يشرب الخمر. قال: فإن يعقوب قال لأولاده بعدما امتنع من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه أشد المعالجة، أي راودوه لأجل أن يرسل يوسف،
ثم قال لهم بعدما أتوه وزعموا أن الذئب أكله بل سولت لكم أنفسكم أمرا. هنا صدق ظنه، هنا ظن بهم الظن السيء وهو في محله. سولت لهم أن يفرقوا بينه أنفسهم أن يفرقوا بينه وبين يوسف. هنا صدق سوء ظنه، ولكن الدليل في الآية الأخرى وقال لهم في الأخ الآخر هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. هنا ظن بهم ظن السوء. ثم لما احتبسه يوسف عنده وجاء إخوته لأبيهم قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا. هنا أساء بهم الظن مع أنهم لم يصدر منهم الفعل، وكان الظن في غير محله، لكن لما أن أتوا بالقرائن الأولى أنهم فعلوا بيوسف أرادوا التفرقة بينه وبين أبيه أساء بهم الظن في هذه أيضا. قال فهم في الأخيرة، أي في الأخ بنيامين الأخ الأصغر، قال فهم في الأخيرة وإن لم يكونوا مفرطين فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه ولا حرج. في الأخيرة أي في أخ يوسف لما أن رجعوا إلى أبيهم احتبسه يوسف قال أبوهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا. هم لم يكونوا مفرطين، ما فرطوا في بنيامين، لكن لما أن صدر منهم مع يوسف ما صدر أساء يعقوب عليه الصلاة والسلام بهم الظن، ولم يكن عليه إثم ولا حرج في ذلك، لأن القرائن الأولى دلت على أنهم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم. قال ومنها أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره أو الرافعة له بعد نزولها غير ممنوع بل جائز، وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر، فإن الأسباب أيضا من القضاء والقدر لأمر يعقوب حيث قال لبنيه يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. نعم، العمل الأسباب الدافعة للعين هذا أمر مشروع وليس بممنوع، كمن يخاف على أولاده كما خاف يعقوب عليه الصلاة والسلام على أولاده، فكان منظرهم جميل وكانوا كلهم رجال وإخوة، فخاف عليهم من العين إذا دخلوا من باب واحد، قال لهم ادخلوا من أبواب متفرقة، لأن الناس إن نظروا إليكم مجتمعين وبهذا الجمال وإخوة وهم أبناء لأب واحد ربما أعجب بهم البعض صدر منه العين لهم. ومن هنا أيضا كما ينبه العلماء وكما يذكر العلماء في هذه الأيام بسبب انتشار هذه آلة التصوير، بعض الناس أو كثير من الناس يصور كل شيء في بيته وينشره، فهذا من أسباب وقوع العين. إذا حصلت له نعمة ولد صور ذلك الولد ثم نشر صورته، هذا أول شيء أمر لا يجوز. تصوير ذوات الأرواح أمر لا يجوز تصوير ذوات الأرواح مجمع عليه بأنه لا يجوز، محرم. صورة جامدة هذا محرم لا خلاف فيه أن تصور صورة واقفة، هذا لا خلاف فيه أنه محرم، جميع العلماء يحرموه، إنما الخلاف في مسألة الفيديو. وبعض العلماء يقول كما في فتوى للشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى فتوى طيبة
في هذه الأيام انتشرت: إذا كان للحاجة فلا بأس، وإذا لم يكن لحاجة قال فهو من المشتبهات، فهو من المشتبهات. إذن فالتصوير الثابت لا يجوز، التصوير الثابت لا يجوز، يصور ولده أو يصور شيء، هذا لا يجوز. فإذن يصور إذا حدثت له نعمة يصور ثم ينشر في مواقع التواصل، أو استجد له شيء في البيت، أو حتى في باب الأكل يصور، ثم بعد ذلك يصاب الولد بالمرض ويصاب بعض الأولاد أيضا بالمرض. من أين أتى هذا المرض؟ من أين أتى هذا المرض؟ أنت السبب، أنت السبب، نشرت هذا. الناظر إلى مثل هذه الأمور، هناك حاقد وهناك حاسد وهناك من ليس بمثل هؤلاء، لكن يعني هناك من هو حاقد ومن هو حاسد، إذا رأى مثل هذه النعمة حقد عليك، حسدك وأصابك بالعين. فالنعمة ينبغي شكرها، وليس من شكر النعم أنك تنشرها يعني هكذا. نعم تتحدث بنعمة الله، لكن ليس هذا من التحدث بنعمة الله أن تصور هذه النعمة وتنشرها أمام يعني ويراها الحاسد والحاقد والعدو وغير ذلك. فلا ينبغي فعل مثل هذه الأمور، لا ينبغي فعل مثل هذه الأمور، بل الذي ينبغي أن يبتعد العبد عن الأسباب التي تجلب العين، عن الأسباب التي تجلب العين. وإذا وقعت فله أن يرفع هذه العين بما جاء في الشريعة، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، بقراءة القرآن، قراءة الفاتحة وغير ذلك من الأدعية، وكذلك الوضوء. إذا يعني عرف العائن فإنه يجب عليه، إذا عرف العائن فإنه يجب عليه أن يتوضأ وجوبا، يجب عليه أن يتوضأ لمن أصابه بالعين، يتوضأ الوضوء الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يغتسل ذلك العائن بذلك الماء ويشرب بعض ذلك الماء. فهذا من أفضل أسباب رفع العين. قال: ومنها جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى الحقوق، وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد، وإنما الممنوع التحيل على إسقاط واجب أو فعل محرم. نعم يجوز التحايل، وكما يقال يعني التورية للوصول إلى يعني إيصال الحقوق إلى أهلها، لإيصال الحقوق إلى أهلها ودفع المظالم. فهذا جائز أن يعني يتحايل لأجل أن يوصل الحقوق إلى أهلها، أو أن يدفع الظلم عن المظلوم. لكن الذي لا يجوز الحيل لأجل يعني إبطال واجب أو ترك واجب أو إسقاط واجب، أو يتحيل لأجل أن يصل إلى فعل محرم، فهذا لا يجوز. فيوسف عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يبقي أخاه عنده، وقد أذن الله عز وجل له، وقد علمه الله عز وجل الطريقة التي بها يأخذ يعني أخاه عنده، قال الله عز وجل: وما كان ليوسف أن يأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
يوسف أخذ أخاه بأمر من الله عز وجل وفعل هذه الحيلة التي علمه الله عز وجل إياها، علمه الله عز وجل إياها. فهذا يدل على جواز الحيل إذا كان يتوصل بها إلى إحقاق حق وإبطال باطل. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.